السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى مع بعض كده نعمل شوية باتيه كده في البيت. اللوز ينفع بقى فطار عشاء كده، وانت قاعدة كده تشربي كوباية شاي كده بلبن وتاكلي كده وتنسي نفسك. ايه رأيك بقى؟ يلا بينا كده نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا بيكنج باودر وخميرة، ومعايا رشة ملح، 3 معالق من الزيت، ومعلقتين سكر، ومعلقة خل، وكوبايتين من المية الدافية. أول حاجة هنزل معلقتين لبن بودر، وهنزل بالبيكنج باودر كده، وعليها الخميرة، وعليها السكر، ورشة الملح، ونقلب المواد اللي هي الجافة دي كده كلها كده مع بعض. بعد كده هجيب من المية واحدة واحدة كده نقلب، ونحط الزيت ونحط الخل، ونسيبها بقى ترتاح بتاع نص ساعة كده. وبعد ما ارتاحت ما شاء الله، بصي عاملة ازاي، بصي ما شاء الله، يعني العجينة بتتكلم عن نفسها. هنلمها كده وننزلها على المفرش السيليكون، ونقطعها 4 تربع. هاخد كل كرة كده وفي صينية مرشوشة دقيق كده واحطهم. مش هياخد معاكي وقت خالص. اول حاجة كده هفرد بقى كده كل قطعة، وادينا بالزبدة، وهنقفل الحروف كده. نفس الحكاية برضو في حتة تانية انا بوريها لك، وهدينا برضو من الزبدة، وهتنيها 4 تربع جنب ده وجنب ده، واقفلها برضو. بس ما شاء الله العجينة حلوة جدا. بدل بقى ما تجيب الحاجة من الفرن، والحاجة أصبحت غالية وكده ومش نضيفة، لا احنا نعمل حاجتنا بإيه في البيت بإيدينا. بعد كده هفردها بقى كده بعد ما قعدناها برضو إيه 10 دقايق كده ترتاح، ونقطعها بقى إيه، عايزة تقطعيها كبير عايزة تقطعيها صغير، ده براحتك انت. عندك بقى جبنة فيتا، عندك جبنة اسطنبولي، أنا بصراحة عملتها بجبنة اسطنبولي. هفرد كده العجينة وإيه هلفها زي الرول كده، وأقفلها كده من الجناب حلو. وما شاء الله خدتش مننا وقت. نفس الحكاية برضو هفردها كده بالراحة وأوسطنها، وأقطع كده بالسكينة. الكبيرة دي بتاعتي أنا اللي إيه اللي عاملاها ليا أنا. أحطها كده في الإيه في الصاج مدهون زيت بسيط. أجيب هنا بقى شوية من اللبن، معلقة لبن ومعلقة سكر ومعلقة نسكافيه. أنا مبحبش بصراحة أعمله بالإيه بالبيت. وهرش كده حبة البركة وسمسم، ماشي. وأحطه بقى في الفرن على درجة حرارة 180، مش هياخد نص ساعة. بصي ما شاء الله الكمية عاملة ازاي. عايزة اوريهولك بس طريانه عامل ازاي، ومن جوه متفرغ وحلو قوي. بصي، يلا بقى جربيه وقولي لي ايه رايك، واتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبك يا رب.